السلام عليكم حبايبي، يا رب تكونوا طيبين ومن ربنا قريبين. نبدأ بالصلاة على الحبيب. نبدأ بسم الله. هنعمل مع بعض النهاردة أكلة حلوة قوي قوي قوي. هنعمل الفاصوليا البيضة اللي ربنا يهدي ولادنا جميعا ياكلوا كل الخضار عشان يفيدهم أحسن بكتير من الأكلات الجاهزة. ده طبعا الفراخ أنا ما جبتش طريقتها من الأول لأني على قد ما أقدر بأثر معاكم الفيديو. بصوا الفاصوليا دي منقوعة، بس منقوعة ما بتاخدش وقت، عشان في ناس بتحطها من الاول للاخر على النار بتاخد بالاربع ساعات على النار. لا يا جماعة، انقعوها. حطوا حبة المية على النار تبقى دافية او تغلي، وحطوا فيها الفاصوليا واطفوا عليها. يعني اطفوا كمان قبل ما تحطوا الفاصوليا، اول ما تيجي تغلي اطفوا وحطوا الفاصوليا وسيبوها. على ما خلصت شويه حاجات معاكي كده هتبصي تلاقيها، على ما جهزت الاكل هتلاقيها طريت بالمنظر اللي انتوا شفتوه كده. وبعدين اغسلها غسله حلوه واولع عليها بقى ايه. ما بتاخدش 10 دقايق عشان منقوعه في ميه سخنه. وهنا التركايه بتاعت الفاصوليا اللي بتخليه طعمها في حته تانية، معلقه التوم لما بنحطها هنا زي ما شفتوا في البصل، بنعمل بصلايه صغيره كده ونحط فيها معلقه التوم. معلقه التوم تبقى لسه ما احمرتش خالص، هي تقليبه في معلقه الزبده مع البصل كده، وبتديها نكهه حلوه قوي قوي. شايفين الفاصوليا 10 دقايق بصوا بقت عامله ازاي. طبعا بتتغسل مره واتنين وتلاته وبتنضفيها كويس قوي عشان ميتها ما بتبقاش حلوه. وتصفيها وبعدين تحطيها على الطماطم بعد ما بتتسبك. التركايه التانية بالنسبه للفاصوليا الاولانيه انك تحطي معلقه توم في البصله. التوم ما تخليهوش يستوي قوي، وتخليه يعني يا دوبك تقلبتين كده وتطفي بالطماطم اللي انت هتحطيها. وبعدين بتحط الفاصوليا وتخليهم ياخدوا غليه حلوه كده في التخديعه دي وتطفي عليهم. التركايه التانية بالنسبه للفاصوليا، قبل ما تطفي عليها بدقيقه معلقه الكزبره. معلقه الكزبره الناشفه دي بتخلي ريحتها روعه 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 وطعمها روعه. فعلا فعلا في ناس بتعمل لها طشه التوم فوقيها، ما حابه احس ان هي بتبقى اتقل بزياده يعني. لا، فهي كده حلوه قوي يعني على شربتها. والتومه تحطيها هي ونيه التومه دي مع معلقه الكزبره بتخليها حلوه قوي قوي، وطعمها وريحتها تحسيها ان هي كده قلب الشقه. طبعا رز بالشعريه انا والله بحاول قد ما اقدر اختصر لكم في الفيديو عشان ما اطولش عليكم. حمرت الشعريه، بصراحه كنت فاكره ان الكاميرا بتصور، ما كانتش بتصور. وحطيت عليه الرز وطفيت ميه وشوربه. لو الشوربه كلها متاحه وعايزه تحط شوربه تمام، عايزه تحط ميه في ناس بتحبوا تعملوا بالميه، بس انا بصراحه لو عندي شوربه بحب اعمله بالشوربه. عندي شوربه قليله بحب احط جزء وجزء. هنطفي عليه. وبصي لما يجي يستوي بصي مكان الشوربه ما حلوه ودسمه، ومعلقتين الزبده اللي حطيناهم في الاول ما شاء الله هيخلوا طعم ما اقولكيش يعني. هو كده خلاص بيبدا يتشرب ميته زي ما شايفين كده. الغليان بتاعه كده بيغلي فيه حاجات بسيطه يعني، هو بيستوي فبنهدي عليه على الاخر. بصي بتهدي عليه حبه، بصي مفلفل ازاي، مفيش رزايه ماسكه في التانية ما شاء الله. وهنعمل مع بعض شويه ملوخيه خضراء في منتهى الجمال. الملوخيه دي كنت عندي انا عاملاها وحطها في الفريزر. انا ما بخزنهاش كتير يعني، حاجات بسيطه مش بتقعد كميه كبيره وقت طويل عشان مش بخزن كتير. بس ما شاء الله شايفين خضرة ازاي ولا كانها كانت في الفريزر. ان شاء الله هنعمل مع بعض الطريقه بتاعتها، وهنعمل لها التقليه بتاعتها، الطشه بتاعتها. معلقتين زبده مع معلقتين توم، ونقلبهم مع بعض. نبقى مجهزين معلقه كزبره ناشفه. الكزبره الناشفه نحطها في الاخر، مش بنحطها من الاول عشان ما تتحرقش. احنا بنحطها وكون خلاص هنعمل الطشه بتاعتها. هنقلبهم كويس ونضيفهم بقى على الملوخيه، ويتفرجي على الريحه وطعم الملوخيه وشكلها تحفه تحفه تحفه، كانك لسه مقطفاها حالا. الملوخيه شايفين عامله ازاي ما شاء الله، يعني جميله قوي قوي قوي. ان شاء الله حبايبي الوصفات دي تكون عجبتكم، ربنا يصلح حال ولادنا جميعا ويحبوا اكلات البيت اكتر. وعملنا جنبها البتنجان المخلل، وعملنا الفراخ دخلناها الفرن. وان شاء الله الوصفة تكون عجبتكم. شكرا لمتابعتكم والسلام عليكم.